لو عايزة بديل للميكرويف والاير فراير والفرن كل ده في واحد يبقى الجهاز ده. عايزة اقولكوا انه انا جربته، يعني الانبوكسنج ده معمول من بدري وانا استخدمت الجهاز فترة، وبعدها حبيت ان انا انزل الانبوكسنج وريفيو بتاعه مع بعض. انا الميكرويف بتاعي اتحرق فقلنا نجرب حاجة جديدة. فجبنا الجهاز ده. عايزه اقولكوا هو حجمه مناسب، يعني ما كانش كبير قوي ولا صغير قوي، خصوصا ان انا مطبخي صغير. فكان مناسب جدا بالنسبه لي. هتشوفوا دلوقتي شكله، هو تقريبا في نفس مقاس الميكرويف الكبير. طبعا احنا في الاول ما كناش فاهمين قوي يعني ايه كذا جهاز في نفس الجهاز، بس مع الوقت ابتديت افهم له. هو ده شكله كده من بره. الفرن تقدروا تشوفوا منها شفافة شوية. وكل البرامج من بره موجودة. وكمان لما فتحناه اكتشفنا انه موجود كمان اكلات تقدروا تعملوها جاهزة، يعني تحطوا بس رقم البرنامج وتقدروا تسووا الأكلة دي بطريقة سهلة جدا. من خلال البرنامج المكتوب رقمه، بتحطي رقمه في السيستم بتاعها وبيشتغل. طبعا جواها هنا في الشواية، وفي كمان من فوق جزء عشان لو حابة ان انتي تدي الاكل وش. ده كان شكلهم فوق وتحت كده نفس الفكرة على الجنب، يعني اول ما تفتحي الفرن نفسها. ابتدينا ان احنا نركب الادوات اللي جاية معاه، اللي هو طبعا اول حاجة طبق الميكروويف، العجل بتاعه من تحت، والطبق كان حجمه مناسب جدا بصراحة. واحلى حاجة فيه ان هو مش جاي ازاز، هو جاي رخام شوية كده، مش عارفة اقول نوعه ايه، بس هو شبه الرخام كده زي ما انتم شايفين. كان بالنسبة لي بصراحة حجمه ممتاز جدا، لدرجة ان انا بقدر ادخل صواني التيفال اللي نفس الحجم بتاعه. وكمان جاي معاها حاجة تقدري تشوي عليها كده، وفوقيها قطعة تانية تضغطي بيها الفراخ او اللحمة بحيث تاخد شكل الشوي من فوق ومن تحت في نفس الوقت. ومعاهم كمان طبق تيفال كده كان جاي معاها. بس للأمانة مع الاستخدام الطبق ده اتقشر شوية، لكن الشواية اللي هي جاية دي ما اتقشرتش خالص. من الحاجات اللي عجبتني جدا ان فيها امان للاطفال. لو الطفل داس على التشغيل ده مرتين او بالغلط، او انتي كمان عايزه تقفليه، فبيطلع البرنامج بتاع التشايلد ده اللي هو اللوك، بيتقفل تماما. مفيش اي طفل يقدر يشغل الفرن خالص وانتي مش موجوده في البيت. فدي بالنسبه لي كانت امان، لان ساعات ابني في الميكرويف القديم بيقفله ويلف البكره وتشتغل على طول. طبعا ده كان قلق جدا بالنسبه لي. اما بالنسبه للزراير، فالجريل ده للشوي بيشغل التسخين العلوي. بينفع جدا جدا لتحمير الوش الاكل وشوي اللحوم والخضار، بيكون تحفه. والكونفكشن ده نظام المروحه بيستخدم لتوزيع الحراره بالتساوي، يعني زي في الافران كده، مناسب جدا للخبز والتحمير. والزرار الاول من الناحيه الشمال ده بيجمع بين الميكروويف والشوي او المروحه مع بعض. ده بيقلل وقت الطبخ جدا مع تحمير الاكل في نفس الوقت. المايكرو باور ده خاصية الميكرويف العادية جدا عشان تسخني الأكل زي الميكرويف العادي بالظبط. أما زرار الأوتو ديفرست ده اللي هو بيفك التجميد، حقيقي ده أفضل حاجة أو أفضل خاصية في الجهاز ده. بيسيح أي حاجة طالعة من الفريزر من غير ما يسخنها، ودي خاصية طبعا مش موجودة خالص في الميكرويف. الأوتو ريهيت ده بيسخن الأكل الجاهز بشكل أوتوماتيك، هو بيحدد الوقت والقوة المناسبة للتسخين. الهيلثي منيو والريبيك دي برامج جاهزة موجودة، أكل صحي أو يعيد تسوية أكل مخبوز، بجد تحفة جدا. وكل الأرقام بتاعة الهيلثي منيو موجودة تحت. زي ما وريتها لكم كده في الأول، كل اسم أكلة جنبها رقم، بتحطي الرقم بتاعها بتستوي في الوقت، هو بيظبط لك كل حاجة من خلال اسم الأكلة اللي انت حطيتيها. هو في 131 وصفة محفوظة جوه الجهاز، زي رز وبيتزا وكيك وحاجات كتيرة جدا جدا، حاجات انا اصلا كمان مش عارفاها. ساعات بجيب وصفاتها من على النت واجربها. بالجهاز هو بيحدد الوقت زي ما قلت لكم. حقيقي دي احلى حاجة موجودة في الجهاز، بالنسبة لي اختراع. فلو انا هدي تقييم للجهاز ده هديله 9/10، والواحد اللي هينقصه ده بسبب ان الطبق اللي جاي معاه اتقشر. وبسبب حاجة تاني، ان انا للأمانة بعاني جدا في تنظيف الجزء اللي فوق الجريل. لكن بقية الفرن بعرف انضفه كويس جدا. الحتت اللي ورا الشواية، سواء اللي من قدام او اللي فوق،
دي متعبة جدا ان انا اوصل لها، فبالنسبة لي عشان كده دي الدرجة اللي هتنقص عشانها يعني. لكن غير كده هو كل الاوبشنز اللي فيه ممتازة واستخدامه حلو قوي، وبقاله معايا فترة ما حصلش فيه اي عطل الحمد لله. فلو حد هيفكر يجيبه اتوقع ان انا كده يعني اديتكم نظرة سريعة عنه. وشكرا جدا انكم سمعتوا للفيديو للاخر، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.